بيبقى لما بتتجوز بتبقى خلاص عارفة ان هي هتعيش مع جوزها، اختارته في بيتهم، لكن ما فيش حد ابدا بيفكر في انها راح داخلة عيلة جديدة او هتتعامل مع عيلة جديدة. علشان كده دايما بتبقى العلاقة دي حساسة. ليه بقى العلاقة دي بتكون حساسة؟ طيب، هي بتكون حساسة لأن كل واحد أو كل فرد بيبقى عايز فاكر إن هو هيتزوج الشخص لوحده. عايزه هو يعني فاكر يقول لي لا، بعد الجواز خلاص أنا هبعده عن أهله، امتلاك يعني هنبعد عن بتاعي انا بس. المشاكل. للأسف دي مشكلة كبيرة أوي هنتكلم برضو بقية الحلقة عليها. إن كل واحد، كل زوج أو زوجة بتقولك خلاص بعد الجواز أنا يبقى في بعد بقى، وانها يبقى جوزي يبقى لوحدي او هي تبقى مراتي لوحدي. فعشان كده بيبقى في تباعد ما بين الاهل، وبتدي بقى تحصل مشاكل، لان استحاله هيبقى في تفرقه ما بين الاهل والشخص نفسه، ده صعب. فاللي بيعوز الزوجه لوحدها او الزوج لوحده، فبالتالي هنا بتبقى الموضوع بيسبب يعني مشاكل كبيره جدا. في بعض المجتمعات العربية يعني حبيت فيها النظام قوي، ان هم يعني بييجوا يخطبوا البنت يعني تحس ان هم عارفين ايه اهل الزوجة، بحيث ان هم يبقى يعني كأسرة واحدة. يعني قصدك ان هم يكونوا يعرفوا بعض قبل كده؟ لا، يعرفوا اهل يعني مثلا انا عايزه اشوف مامتها بتعامل ازاي، عايزه اشوف اهلها. بتعرف الاول الحياه ايوه ازاي. يعني بيقول لك احنا مش هنتجوز البنت لوحدها، احنا نبقى عيلتين، تبقى عيله واحده. تمام. فعشان كده اللي بيفكر ان هو يفرق زوج او زوجه عن اهله تبدي تبقى سبب المشاكل. تمام. طيب، هل الزوجة يعني الواجب عليها علشان تتفادى المشاكل دي انها هي اللي تبتدي بالمودة، ولا تستنى تشوف يعني اللي هو يجس نبض، تشوف هم بيتعاملوا ايه الاول، وبعدين انا في بنات كتير بتقول كده، يقول لك انا هشوفهم هم هيتعاملوا ازاي الاول. وفي بتكون داخله هي بحب بتبتدي هي بالمودة. ده المفروض الصح؟ بس جميل قوي. انا كانسانه راقيه عارفه علاقتي الاجتماعيه هو مجرد ذكاء اجتماعي. لو انا اسالي السؤال ده بطريقه تانية، مثلا قولي في الشغل هل انا هبدا في الموده ولا هم اللي يبداوا معايا كجيران؟ انا اللي هبدا بالموده. فنفس الحكايه، مش هستخسر في اهل زوجي ان انا ابدا بالموده. انا كانسانه راقيه، انسانه مثقفه، عندي ذكاء اجتماعي، هتعامل بكل حب معاهم. الا لو لقيت فعلا ان هناك بعض الاشخاص لا يستحق او لا يقدر، فبالتالي انا هنا ده بعد انا ما بدات، يعني انا بدات بالموده ولقيت رد الفعل لا مش كده. طبعا من الرقي اللي انا كانسان ابدا بالخير وبالتبسم، الصدقه في كل مكان. مش شرط، بالعكس ده اهل زوجي اولى بكده. لكن لو انا فعلا لقيت اللي انا بدي وما باخدش او ما فيش مقابل، او في ناس ما بتحترمش الشيء ده، خلاص هنبتدي بعد كده يبقى في طريقه تانية بالظبط كده. تمام. طيب، هو الحدود في التعامل، في بنات بتدخل الحياه الجديده او التعاملات مع اهل الزوج تقول لا انا هعمل حدود في التعامل، مش عايزين بقى يعني ناخد على بعض قوي، ده هيعمل مشاكل. الحدود في التعامل ده هل دي طريقة صح، ولا في بعض اهالي الزوج بيعتبروها بيقولوا عليها يعني كده بالبلدي بنقول ايه، بالروية، او دي وقاحة منها انها مش داخله معانا او عامله حاجز او حيطه عايزه تفصل ما بين طيب. صح فين بقى يعني؟ تمام. طيب، ده هيتوقف على اجابه السؤال الاولاني. انا كشخصيه مثقفه، عندي ذكاء اجتماعي، اتعاملت خلاص بمنتهى الصدق والامانه مع اهل زوجي، لقيت رد فعل مش لطيفه، او لقيت ان هم مش مقدرين ده. طب الحدود بقى تبتدي تتحط، ما تبقاش واضحه. ما بقولش للناس انا هحط حدود، لا، انا ببقى بتعامل بحدود بيني وبين نفسي، لكن مش بعرفهم ان انا اللي هو زي ما بنقول كده ايه، اللي بعودهم على اسلوبي في التعامل بس بشياكه يعني. بس بطريقه مش بتتغير. تمام يعني. تغيير. لو انا مثلا مختلطه بيهم على طول، لو ده بيسبب مشاكل هتوقف. لو انا لقيت كثره الزيارات بتسبب مشاكل هقلل. النقاش معاهم بيسبب مشكله، وباصل المشكله في الاخر هتعود عليا انا نفسيا وعلى بيتي. فكل ده انا هبتدي اقيم الموضوع هنا، لكن هتصادم وهتصارع مش هيبقى فيها رد فعل كويس جدا. بصي حضرتك، احنا مش هنقدر نعمم علشان هي بتعتمد على، مش هنقول قواعد يعني ثابته، هي بتعتمد على شخصيه الزوجه
وشخصية أيوة. الأم الزوج أيوة. أو أهله أيوة. عموما. عمر البنت اللي هي الزوجة قد ايه، بقالها كام سنة متزوجة، كل ده خبراتها قد ايه في الحياة، كل ده هيتوقف ان هي امتى تكون في حدود مع اهل الزوج لو في مشاكل ولا لا. يتوقف تاني على العمر وعلى فترة الزواج وعلى علاقتها من البداية. يعني هما كانوا بادئين كويس ولا الموضوع اتقلب، ولا في تغيرات ايه اللي حصلت حاجة يعني ايه غيرت التعامل. تمام. طيب نيجي بقى هنا للزوج. عشان الزوج في ازواج كتير بيبقوا اللي هو ايه حاطط نفسه في حته كده بعيده، هسيبهم هم مع بعض يعني سواء مامته او اخواته او اسرته يعني مع الزوجه وخلاص، ده شغل ستات او الكلام ده. هل بقى ده التصرف الصح علشان تدخله هيعمل مشكله، ولا لا لازم يتدخل علشان الدنيا تهدى او يلطف بينهم او الحاجات دي؟ تمام. لا، خطأ ان الراجل يعني ابتعد، خاصة ان هو لو كان عنده عقل وحكمة. يعني غالبا دايما الراجل يبقى هو زي ما بيقولوا اللي في النص كده، فلا يجي على والدته عشان خاطر زوجته ولا العكس. تمام. يبقى هنا يقف موقف الحق. تمام. بحيث ان هو والكلام الحلو مطلوب منه قوي في اللحظات دي. حكمه بقى طبعا الكلمه الحنينه اللطيفه بتهدي الصراع. تمام. سواء كان والدته او زوجته. طبعا مش هنقول ان هو يتجاهل او يبعد او الكلام ده كله، لا هو المفروض عشان يبقى في حدود، عشان لو هو خرج من النقطه دي للاسف الموضوع هيفتح جدا، يبقى فيه صراع اكتر. لا، هم كمان كزوجة وكأم يعرفوا ان في حدود، ان في راجل البيت بيعرف امتى نتكلم، امتى نخطئ، امتى نصحح اخطائنا. فعشان كده بقول لا، الراجل ما ينسحبش ابدا، ليه دور مهم جدا، وان هو يقدر يقوم بيته واهله، وزي ما قلت لك يكون يتسم بالحق. يا ريت يعني، يا ريت ما يظلمش حد، ما ياخدش صف حد بالظبط. يعمل مشكلة والكلمة كبيرة. الحلوة يراضي، كلمة حلوة. انا عارفة ان هو ضغط اي نعم على الراجل، بس عشان خاطر ما تقومش اكتر من كده صراعات. في رجاله بقى مش متعودين، يعني هو اصلا ما عندوش نيه ان هو او مش حابب انه يعمل اللي حضرتك بتقولي عليه، ان هو يوفق بينهم ويقول كلمه حلوه، ما يعرفش يعمل الموضوع ده، او شيء مقتنع انه هيتدخل بينهم هيعمل مشكله كبيره. ده يبقى الحل ايه بقى ساعتها؟ يعني حل الزوجه ايه؟ الراجل اللي غير متعاون بتفرق. هل هو غير متعاون في الموضوع ده بس، ام هو طبيعه حياته كده، ام هو غير متعاون عاطفيا معايا، ام هو فهي مش هنبص لها من جانب واحد. التعاون هنا ممكن يكون بتعاون معايا في شؤون بيتي، بتعاون معايا في المشاكل مع اولادي، بتعاون معايا في تربيه ابنائي. بس في النقطه دي الخاصه باهله خلاص لا مش بيحب يتدخل. معلش، ما انا ابص له بقى للحاجات الايجابيه. ابص للحاجات الايجابيه. لو هو اساله، ممكن اساله ايه السبب ان هو مش عايز يتعامل فيها. هل مثلا خايف يجي عليا انا، خايف يجي على والدته، بيحبنا احنا الاثنين ومش عايز يزعل حد؟ طيب ده نفهمه ان هو بالعكس، ادخل وشاركنا بكلمه حلوه ورضينا، او يبقى على الاقل يفهم ان ما نزيدش المشكله. بس فلكن مش هنبص للسلبيه دي. لو هو بيعمل ايجابيات تانية خلاص ما فيش مشكله، يعني هو متعاون في بعض الامور التانية، والنقطه دي بالنسبه له حساسه عشان والدته او مامته، ده شيء حساس قوي، او اهله. مش هيقدر طبعا ما هو مش مطلوب منه ان هو يتدخل، ان هو يجي في صف مراته. هو المطلوب ان هو زي ما حضرتك قلتي ان هو يلطف بينهم، ان يقول كلمه حلوه هنا كلمه حلوه هنا، فيحاول ان هو يلم الدنيا يعني. بس يعني انا رايي ان هو لو سابهم ما كانش شخصيه متعاونه في النقطه دي بالذات، الموضوع ممكن يوصل يعني يوصل بقى في العكس تماما. هو ممكن يبقى واقف مع والدته وفعلا مش سامع اي كلمه لزوجته. فهو هنا ممكن يكون لا كده ولا كده. طيب لو هو ما عرفش يبقى متوازن، لا خلاص، يبقى الزوجه بقى تكون ذكيه وتتعلم وتاخد. هي بقى في حاجات تظبط امورها، في حاجات كتير دلوقتي تعلم مع اهل الزوج، بقت كورسات وبقت متاحه على النت كتير. فحقيقي بجد في حاجات جميله قوي بتخلي البنت تعرف تتعامل مع اهل الزوج. لو زوجها مش عارف يكون يعني وسيط ما بينهم، او ان هو يقيم ما بينهم. طيب انا عايزه حضرتك تقولي رساله لأم الزوج، ورسالة للزوجة، ورسالة للزوج، يعني الأطراف اللي دايما بيكونوا يعني إيه في المشكلة، أو ممكن يكون حد سبب فيهم، أو حد اتحط غصب عنه في، يعني تقولي له إيه علشان نقدر نتخطى حاجة زي كده حصلت.
طيب نبدا ب اللي هي ام الزوج. تمام. ماشي. بنقول لها انت بتخسري بنت صديقة جديدة ليكي، بتخسري ممكن في يوم من الأيام تكوني محتاجة لها تطبطب عليكي، بتخسري ابنك لأن بالنكد بيعود على ابنك. ممكن ما يقولكيش، ممكن يكون كتير رجاله ما هو تقولش، كده بيبقى في حيرة او في بالظبط تشتت يعني. بالظبط. وممكن ما يعني ما يعرفش والدته ان هو متضايق او متنكد عليه، فانت هنا اذيتي ابنك من غير ما بتحسي. في نفس الوقت احفادك بيسمعوا كل حاجه وبيفهموا كل شايفين حاجه. المشاكل. طبعا الجيل ده ذكي جدا واعي، وبيبقى زي السفنجه بيمتص كل حاجه. فانت فقدتي احفادك كمان، هيبتدي يشيلوا بقى في يعني في نفسهم يعرفوا ان يعني في فرق، في مشاكل، بتقول كلام وحش لماما مثلا، طبعا بتزعل ماما، وبتشوف ماما متضايقه، وبنشوف ماما طبعا الاولاد بيشوفوا كل ده. اما بالنسبه للزوج فده يا ريت يعني لو اي بيت فيه زوج يعني عاقل ومتفكر مش هيبقى فيه اي مشكله في خالص في العلاقات الزوجيه. فده بيتوقف على او مش هيكون في اصلا مشكله، لانه هو هنا بيقول كلام حلو هنا عن الزوجه وكلام حلو هنا عن الام، فهيبقى في دايما في وفاق بينهم. تمام. تمام. وكمان ان لو كل طرف هنا زي ما قلنا ان هو يتسامح وعدى، بلاش نقف على يعني الواحده، خلاص الدنيا تمشي ان شاء الله. بس احنا كده قلنا على الحامه. نقول للزوجه الزوجه اعتبريها مامتك. الزوجه انا عارفه ان الحمل تقيل عليكي قوي، خاصه لو كانت الحماة متسلطه او كانت كلامها بيجرح جارح. من حقك انك الحياه مش ناقصه ضغوط، بس صدقيني هيجي في وقت من الاوقات هتعرف اللي انت ما وقفتيش ضدها، او ان انت احترمتي ده واحترمتي ذاتك، هتقدر تلوم نفسها وتقدر تقلل من الافكار السيئه اللي في بالها. وطبعا كل ام بتغير على ابنها على فكره، أكيد. طبعا. وكل زوجه بتغير على زوجها. فبالتالي اني لازم نعرف ان الناس اللي هي تخطت 60 من عمرها لازم نعملها معلش برفق شويه، زي الايه يعني. سبحان الله، وربنا حتى قال في القران انه بنصغر وكان نكبر وكان نرجع نصغر تاني. لو هي فهمت النقطه دي المشاعر بتبقى طبعا رق يعني، حساسين قوي يعني. مش عايزه اقول لك ان في واحده بتقول لي ان حماتها بتبقى فرحانه جدا، بتقول لي وانا جايه لها بتطلب مني بونبوني وشوكولاته وحاجات زي ما بتجيب لاولادها بالظبط. فسبحان الله ممكن يعني حاجه بسيطه قوي تفرحهم. وزي ما قلت لحضرتك ان الكبر في السن بيغير، بتحس ان هو فعلا انا بتعامل مع واحده اعتبرها زي ايه، زي يعني والدتي، زي ولادي، زي مش هيحصل حاجه، تراضيها بحاجه حلوه هترضى وتتبسط. وان شاء الله ربنا يعني يوفق كل. اكيد احنا بنتكلم عن الاسوياء يعني في كل الشخصيات الثلاثه اللي قلتهم، الزوجه والزوج وام الزوجه، اللي هو ده الطبيعي. لكن في ناس بيبقوا داخلين الحياه يعني ناويين بقى يعني ناويين. فاحنا يعني فاولا انا بشكرك جدا، وبتمنى كل بنت وكل ست سمعت الكلام النهاردة انها تعرف ان ام الزوجة هي ام تانية ليها، حتى لو كانت بتعاملها وحش، حتى لو كانت هي مش بالصورة اللي هي كانت داخلة ومتخيلاها، بس تعتبرها زي ما دكتورة نهى قالت، تعتبرها ان دي امها وتعاملها كويس. واكيد اكيد يعني هوعدكم ان المعاملة الحلوة اكيد في يوم من الايام هتترد فعلا، وهتبقى وهتلاقي كل الحب والتقدير من اهل الزوج. بشكركم جدا، ونتقابل مع بعض في حلقة جاية من تاء التأنيس.